في قلب محافظة إب، وبين جبال الشعر الشامخة، حيث تحتضن بين جبالها آثارا عريقة، وفي قراها يتجلى الطراز اليمني الأصيل، فيما تضاريسها الخلابة تجعلها وجهة تستحق الاستكشاف والاعتزاز. هي لوحة من التاريخ والطبيعة. يقف التاريخ شامخا يروي للأجيال قصصا لا تموت. نتوقف عند واحد من أروع المعالم الباقية حتى اليوم، حصن العبس. هو الحصن الذي صمد للزمن وبقي شاهدا على حضارة لا تنحني. هو الحصن الوحيد في منطقة مخلاف الشعر الذي لا يزال شامخا بأركانه، محتفظا بجماله وقوته، بفضل حرص أهله على صيانته وحمايته. لأنه لم يكن مجرد مبنى، بل كان ملاذا وحصنا منيعا وحكاية عز. يرجح أن بناء هذا الحصن يعود إلى عهد الدولة العثمانية الثانية في اليمن، ما يجعله شاهدا حيا على مرحلة تاريخية مهمة. بني هذا الحصن العظيم على يد جدنا القاضي حسن بن حسين العنسي العكام رحمه الله قبل نحو 200 عام أو أكثر، في فترة الحكم العثماني لليمن، وكان يستخدم كمركز إداري متكامل لإدارة المناطق المحيطة، يقضي فيه بين الرعية وتجبي الزكاة، كما تخصص فيه مكان لمعاقبة العصاة الخارجين عن النظام والقانون. يعتبر حصن العبس من أبرز الحصون اليمنية القديمة، وقد بني على طراز دفاعي محكم. في الجهة الشرقية للحصن يقع مسجد قديم بداخله قبر يقال إنه يعود لإحدى الشخصيات التاريخية المعروفة. في جانب آخر للحصن تتحلى الروح الإيمانية والثقافية في جامع تراثي بني على الطراز اليمني التقليدي، كان مركز للعبادة وجمع الناس للصلاة والمناسبات الدينية، وفي جواره قيمة مدرسة تقليدية كانت منبرا للعلم. أما البوابة الرئيسية للحصن فهي الوحيدة التي ما زالت قائمة حتى اليوم. داخل أسواره يقبع دار مهيب يتكون من 5 طوابق. الطابق الأول كان مخصصا كإسطبل للخيل والمواشي، أما الطوابق الأخرى فقد احتوت على المجالس والغرف السكنية التي عاشت فيها الأجيال المتعاقبة. ويحتوي على القصر الرئيسي الذي يتكون من 5 طوابق، كل طابق له وظيفته الخاصة. فالطابق الأول خصص للمأون وتخزين الغذاء، وأما الطابق الثاني فخصص لدياوين استقبال الضيافة، وأما الطابق الثالث فخصص للسكن العائلي، وأما الطابق الرابع فخصص للمطابخ واستقبال الضيوف، وأما الطابق الخامس فتكون من جنبخانتين، جنبخانة للذخيرة والجنبخانة الثانية للمقيل، أو الأخرى خصصت للنزهة والمقيل بإطالة فريدة تتمتع براحة النفس وصفاء للفكر. ولم يكن الحصن مجرد مكان للسكن، بل كان حصنا محصنا بالمياه، إذ يحتوي على بركتين كبيرتين لتخزين المياه. البركة الأولى تقع بجوار الجامع، ومنها بالقرب سقاية كانت تخدم سكان الحصن في احتياجاتهم اليومية، وأما البركة الثانية خصصت لاستخدام المياه وتقع بجوار القصر، لتكون شريان حياة لساكنيه في أوقات الرخاء والشدائد. ورغم مرور السنين وتغير الأزمنة، لا يزال حصن العبس مأهولا بأهله، بني العكام، الذين حافظوا عليه جيلا بعد جيل، ليبقى شاهدا حيا على الصمود والعظمة حتى يومنا هذا.
حصن العبس ليس مجرد جدران من حجر، بل هو ذاكرة أمة وإرث خالد. جبال الشعر ستبقى رمز الشموخ وعنوان الجمال الأبدي في قلب اليمن.